وحشتوني جدا يا أساطير، ورجعنا لكم النهاردة بحكاية جديدة من الحكايات اللي بتبدأ بهدوء وبعدها تقلب لك العالم كله. وقبل ما نبدأ انزل اعمل لايك جميل كده وخلينا نوصل الفيديو ده ل10,000 لايك يا أسطورة. ويلا بينا نبدأ. قصتنا بتبدأ في يوم مصيري بالنسبة لكل طلاب الأكاديمية، اليوم اللي مستقبل كل طالب هيتحدد فيه بشكل نهائي، يوم اختيار التخصص. في ساحة أكاديمية شهاي آلاف الطلاب بيكونوا واقفين مستنيين اللحظة اللي حيعرفوا فيها الوظيفة الخاصة بكل واحد فيهم. وفوق المنصة بيظهر مدير الأكاديمية لو يون، وهو واقف بكل هيبة قدام الطلاب. لو يون يبدأ يشجعهم ويطلب منهم إنهم يشدوا حيلهم ويبقوا نموذج ناجح للأجيال اللي جاية، ويضرب لهم مثال بالطالب الأسطوري سو، واحد من أقوى السحرة العمالقة واللي قدر يوصل للمستوى 80. وفي وسط الزحمة والأجواء المشحونة دي بنشوف بطلنا مويو، شاب هادي جدا في حاله ومش بيحب يدخل نفسه في مشاكل أو كلام كتير. وعشان نفهم العالم ده ماشي ازاي، فالنظام هناك شبه ألعاب الار بي جي بالضبط. بعد ما الشخص يعرف تخصصه يقدر يخرج يصطاد الوحوش ويحصل من قتلهم على نقاط خبرة أو اكس بي عشان يرفع مستواه ويبقى أقوى. لكن بسبب أن المحاربين القدامى طحنوا عدد ضخم من الوحوش زمان، البلد بقت أهدى وآمن بكتير ونسبة الخطر قلت عن الأول. والوظائف في العالم ده متقسمة ل3 فئات أساسية. أول فئة هي الوظائف القتالية، ودي أقوى وأهم فئة. بعدها وظائف الدعم والمساعدة، وفي آخر القائمة الوظائف العادية والروتينية. وبعد ما لو يون يخلص خطابه يفتح الدائرة السحرية الخاصة بالتحول ويعلن بداية مراسم اختيار التخصصات. في الوقت ده زميل مويو واللي اسمه يانغ يبصله ويسأله ببراءة: يا ترى أنت نفسك يطلع لك تخصص إيه؟ مويو يرد عليه بهدوء ويقول له إنه بيتمنى يطلع فارس. لكن قبل ما يانغ يرد، واحد من الطلاب الرخمين يحشر نفسه في الكلام ويقول له: يا عم فكك منه وما تضيعش وقتك مع مويو الفاشل ده كده كده هتطلع له وظيفة عادية وملهاش أي لازمة. مويو يتعصب عليه ويرد: عيب عليك تتكلم بالشكل ده. يانغ شاطر بس هو مش بتاع كلام كتير، بيحب ينجز على طول. وبنرجع تاني عند منصة الأكاديمية. لو يون بيكون بيرحب بضيف مهم جدا اسمه السيد جانغ. جانغ خبير في التشكيلات السحرية وقدر يوصل للمستوى 52، وجاي مخصوص عشان يشرف على مراسم اختيار التخصصات. أول ما مويو يسمع مستواه عينه تتفتح من الصدمة ويركز معه، لأن تخصص التشكيلات واحد من أندر تخصصات الدعم، والوصول فيه لمستوى عالي مش حاجة سهلة نهائي. لو يون ما بيضيعش وقت ويمسك كشف الأسامي ويبدأ ينادي على الطلاب واحد ورا الثاني. أول طالب يدخل الدائرة وبعد لحظات تظهر النتيجة: وظيفته مزارع. الولد يتصدم ويحس إنه مستقبله ضاع ويكون على وشك يعيط من الزعل، لكن زمايله يحاولوا يخففوا عنه ويقولوا له إن المزارع برضه وظيفة محترمة وليها شغل وفلوس ولقمة عيش. بعده يدخل طالب تاني والنتيجة المرة دي بتكون طباخ. الغريب إن الطالب يطير من الفرحة ويبدأ يحتفل كأنه خد أندر وظيفة قتالية في العالم. وفي الوقت ده السيد جانج يقرب من لو يون ويهمس له: بصراحة دفعة السنة دي شكلها ضعيف ومستواهم لحد دلوقتي أقل من المتوسط. لو يون يهز راسه بالموافقة وهو واضح عليه الإحباط. جانج يكمل كلامه ويقول له: كل أملي إن تطلع من وسط الطلاب دول وظيفة قتالية نادرة ترفع راس الأكاديمية. لو يون يرد عليه: والله دي أمنيتي أنا كمان، ويا ريت تحصل دلوقتي قبل بعدين. وبعد شوية الدور يجي على بنت اسمها شيا. قبل ما تدخل الدائرة تعدي من جنب مويو وتبصله بنظرة كلها غرور وتحدي وتقول له: أنا هثبت لك دلوقتي إني أفضل منك وعمري ما هخسر قدامك. السيد جانج يلاحظ شيا وهي داخلة ويبصلها باهتمام، وبعدها يقول للمدير: البنت دي شكلها مش سهلة، حاسس إنه جواها طاقة كبيرة مدفونة. لو يون يستغرب ويسأله: عرفت منين؟ جانج يرد: قدرتها العقلية والموجات السحرية اللي حواليها مرتفعة جدا، وغالبا تخصصها هيكون ساحرة. لو يون يفرح بكلامه ويتمنى من قلبه ان توقع جانج يطلع صح. وبالفعل اول ما شيا تدخل الدائرة السحرية الجو كله يتغير، طاقة سحرية ضخمة تنفجر من حواليها وتهز الساحة بالكامل. جانج يصرخ بحماس: انا قلت ايه؟ دي وظيفة نادرة فعلا. وبعد لحظات تظهر النتيجة: تخصص شيا هو ساحرة العناصر. الطلاب كلهم يبدأوا يسقفوا ويهتفوا باسمها، وجانج يفضل يمدح في قوتها وموهبتها. شيا تشكره بثقة وكأنها كانت متأكدة من النتيجة
النتيجة من البداية. صحابها يجروا عليها ويقولوا لها خلاص يا بنتي انت علمتي على مويو والمرة دي الفوز بعليكي. شيا تبص المويو بطرف عينها وتقول بسخرية الواد ده هالة على الفاضي ومفهوش أي ميزة غير بروده. وبعدها يجي وقت الجد، لو يون ينادي على اسم بطلنا مويو. فجأة كل الأنظار تتوجه ناحيته وشيا تركز معاه جدا لأنها عايزة تعرف نهايته وهل فعلا هيقدر ينافس التخصص النادر اللي ظهر لها ولا لا. لو يون يبص للسيد جانج ويسأله ايه توقعك لمويو؟ جانج يرد عليه درجاته ونتاجه في الأكاديمية بتقول انه عبقري وواحد من أوائل دفعته. لو يون يقول له بس التفوق النظري ملوش أي علاقة بنوع القدرة اللي ممكن تظهر له. جانج يفضل متمسك برأيه معاك حق بس عندي إحساس إن وظيفته هتكون نادرة برضه. مويو يدخل الدائرة السحرية ويقف في نصها بهدوء. تمر لحظات من غير ما يحصل أي شيء لكن فجأة تهب رياح عاصفة من ناحية مويو. السماء تبدأ تسود وسحب ضخمة ومرعبة تتجمع فوق الأكاديمية. قوة الرياح تزيد والطلاب يبدأوا يحموا وشهم ومحدش فاهم إيه اللي بيحصل. لو يون يبص للسيد جانج بصدمة ويسأله إيه ده؟ إيه اللي بيحصل هنا؟ جانج يفضل باصص للسماء وعينه هتطلع من مكانها من شدة الذهول وبصوت مرتعش يقول له دي مش مجرد طاقة سحرية، دي ظاهرة أسطورية. شيا تكون واقفة في الناحية التانية ووشها مليان غيظ لأن الظاهرة اللي ظهرت مع مويو غطت بالكامل على الطاقة اللي ظهرت وقت تحولها. مش بس كده، دي كانت أكبر وأقوى منها بمراحل. وفجأة واحد من الطلاب يبص للسماء ويصرخ بكل قوته بصوا فوق، بصوا جوا السحب. الكل يرفع راسه وفي اللحظة دي الدم يتجمد في عروقهم. جوا السحب كان ظاهر جيش كامل وضخم من الهياكل العظمية، آلاف الهياكل المسلحة واقفة في صفوف مرعبة ومغطية الأفق بالكامل. واحد من الطلاب يقع على الأرض من شدة الخوف وما يعرفش يقف على رجله تاني. حتى شيا نفسها تبدأ تترعش وتقول بصوت مليان رعب مع إنها مجرد رؤية ناتجة عن الاستدعاء بس أنا حاسة بخوف مش طبيعي. وفجأة أرواح الهياكل العظمية تبدأ تنزل من السماء روح ورا التانية تدخل جوه جسم مويو والطاقة المرعبة اللي حواليه تزيد أكتر وأكتر لحد ما تظهر نتيجة التخصص قدام الجميع. وظيفة مخفية ونادرة، مستحضر الأرواح الكارثي. كل الموجودين يفضلوا واقفين مكانهم من غير ما ينطقوا بكلمة. مويو يفتح إيده بهدوء ويبص للقوة الجديدة الساكنة جواه وبابتسامة كلها ثقة يقول بينه وبين نفسه واضح إن مستحضر الأرواح الوحيد في العالم ده كله. وهو عارف إن التخصص ده مش بس نادر، ده بيعدي الوظائف الأسطورية بمراحل. طبعا ردود أفعال الطلاب اتقسمت، في اللي واقف مبلم ومش مصدق القوة دي، وفي الشلات الغلوية اللي بدأت تقول يا عم دي وظيفة شكل على الفاضي وممكن تكون ضعيفة وفي مراحلها الأولى، وفي اللي قالوا يا ده هيبقى ماشي مع الأموات والمقابر حاجة تعرف. مكبر مخه من كلام الناس وما شغلش باله بيهم ولف ظهره عشان يمشي وهو في قمة السعادة. بس نده عليه وطلب منه يقف لحظة. خير يا فندم؟ فقال له بفضول ممكن تورينا مهاراتك والسمات بتاعتك دلوقتي؟ قبل ما يفعل السحر ظهرت لنا شاشة البيانات والسمات بتاعته وعرفنا منها ان مستواه الحالي بيسمح له يستدعي هيكل عظمي من مستوى، وكمان عنده مهارة هجومية فتاكة اسمها شعلة الروح ودي بتحرق روح العدو وتخلص عليه في ثانية وتتخطى اي دفاع. شغل مهارته وحس ان طاقته جبارة زي كبار الصحراء واستدعى الهيكل العظمي بتاعه. اول ما ظهر في المكان كان شكله مرعب وعظمه اسود ومسلح بسيف، فالطلاب رجعوا لورا من الخوف. هنا حب يختبر قوة الاستدعاء ده بنفسه فقام هاجم فجأة وبسرعة على الهيكل العظمي، لكن المفاجأة ان الهيكل عنده رد فعل سريع جدا وقدر يتفادى هجوم بذكاء في نفس اللحظة. ظهرت رسالة سحرية اللي بتسأله لو عاوز الهيكل يرد الهجوم ويحارب، بس خاف على الهيكل بتاعه فأمر الهيكل انه يقف وما يدخلش في اشتباك. وقف وهو مصدوم من سرعة الهيكل وقال مش ممكن. في العادي الهياكل العظمية للمبتدئين بتكون بطيئة وحركتها غبية، بس ده عنده رغبة في القتال ومستعد يقابلني بدون تردد. ده لما ليفله يعلى هيبقى وحش جبار. مشي والهيكل العظمي وراه زي ظله، فصاحبه جرى وراه وقال له بقول لك ايه يا زميلي، ينفع المس البتاع ده؟ وافق، ولما مسك عظام الهيكل قال له بس تحسه خفيف وضعيف شويه، فابتسم ومشي وقام لغى الاستدعاء وهو بيلغيه. لقط ميزه خطيره جدا في نظام الاستدعاء بتاعه، لقى ان الهيكل لما بيرجع بيروح في مساحه استدعاء خاصه، وده معناه انه يقدر يستدعي الهياكل دي بعد كده بدون ما يستهلك نقط طاقه روحيه تانية. فقال في نفسه انا كده كل اللي محتاجه ان ارفع المستوى بتاعي عشان مساحه الاستدعاء تكبر واشيل جيش كامل،
وساعتها لو قابلت تنين أسطوري هفرتكه في ثواني. في الوقت ده عرف إن وظيفته طلعت فارس زي ما اتمنى، ورايح لفرحان وبيدردش معاه، فرد عليه ببروده المعتاد: مبروك، وظيفة كويسة. اتصدم وتنح وقال له مش مصدق. اتكلم وطلع له صوت. على آخر اليوم الرئيس لويون أعلن إن المراسم خلصت، وعرف الطلاب إن بكرة الصبح هيدخلوا زنزانة المبتدئين عشان يعلوا مقامهم ويشدوا حيلهم، وإن اختبار الجامعة الكبير هيكون بعد أسبوع من دلوقتي. كان شايف إن زنزانة المبتدئين دي هبل ولعب عيال، وفجأة ظهرت شاية في وشه وقالت له بنبرة تحدي: أنا مستنياك في اختبارات الجامعة، وهناك هوريك مقامي ومقامك. عمل نفسه مش سامعها وطنشها وراح بيته. لما وصل البيت مسك صورة قديمة ليه مع جدته وقعد يفضفض معاها ويحكي لها إنه ناوي يدخل أكاديمية العريقة ويرفع راسها. وهو قاعد الباب خبط، ولما فتح لقى الرئيس لويون ومعاه صندوق فيه معدات ودروع مجانية ليه، وده لأن الرئيس كان واعد أخت الكبيرة إنه هيرعاه ويأمنه أول ما تظهر مهاراته. بعد ما الرئيس مشي وهو بيفحص بياناته لقى مهارة سلبية اشتغلت عنده فجأة. المهارة دي بتخلي أي ضرر أو ضربة موجهة ليه تتنقل للهياكل المستدعاة بتاعته، يعني لازم ما يتخدش. ومش بس كده، المهارة دي بتضاعف كل سمات وقوة الهياكل العظمية 5 أضعاف. ما كذبش خبر. قام مستدعي هيكل وبص على بياناته لقى الأرقام والسمات ضربت في 5 فعلا، فضحك وقال: مع مهارة نقل الضرر والقوة دي أنا بقيت حرفيا شخص ما بيتهزمش في العالم ده. بطلنا مغرور شويتين. اليوم التاني جه والطلاب كلهم متجمعين قدام بوابة زنزانة المبتدئين. راح له وقال له: ما تيجي نعمل فريق مع بعض ونقضي على الوحوش سوا. بس رفض. زعل وافتكروا بيتكبر عليه، فهمه وقال له: يا صاحبي، لو عملنا فريق نقط الخبرة هتتقسم علينا احنا الاتنين، وترقيتنا هتبقى زي السلحفة. الصح ان كل واحد يعتمد على نفسه. سمعت الكلام وقالت: بيتكلم صح، مفيش حد يعمل فريق مع التاني لحد ما نعدي المستوى العاشر على الأقل. بس الرئيس اتدخل وقام فرض على الطلاب كلهم يعملوا فرق عشان يحموا بعض، واستثنى شيء بس وخلاها تدخل لوحدها لأن مستواها عالي ولازم تلحق تتطور بسرعة البرك عشان تلحق قطار أكاديمية. في نفس الوقت البنات اللي في الدفعة كانوا خايفين يمشوا معه وبيداروا منه بسبب شكل الهياكل، فاستغل الفرصة وراح قال للرئيس: طب وأنا كمان عاوز أدخل لوحدي لأني ناوي على جامعة. والرئيس قال له: يا ابني الموضوع مش ملاهي، الجامعة دي محتاجة تكون في المستوى ال15 على الأقل عشان حتى تفكر تقرب من بابها، والامتحانات بعد أسبوع، وزنزانة المبتدئين دي آخرها مش هيوصلك للليفل ده. قال له: يا عم الحاج، أنا عارف أنا بعمل إيه وسيبها عليا. الرئيس حس من نظرة عينه إنه قد التحدي ووافق. قربت منه وقالت: خلاص خلينا نشوف مين فينا هيخرج من الزنزانة بمستوى أعلى ومن غير ما تستنى رده. اعتبرت إنه وافق ودخلت الزنزانة، ومويو دخل وراها. أول ما دخل استهلك 40 نقطة من طاقته الروحية، واستدعى 4 هياكل عظمية دفعة واحدة، وبعدها أمرهم وقال: انتشروا في المكان، وأي وحش تقابلوه اقضوا عليه. وفي ثواني واحد من الهياكل لقط أرنب وحش وخبطوا خبطة طيرت رأسه، فجاله إشعار: زاد 10 نقط خبرة، وشريط الليفل زاد 1%. الهياكل فضلت شغالة زي الآلات وقضت على كل الأرانب اللي في المنطقة بعد نص ساعة بس. مستوى زاد وسماته زادت، ومساحة الاستدعاء عنده وسعت وبقت تشيل لحد 20 هيكل. قام مستدعي هيكل كمان، وبفضل المهارة السلبية أو النشطة سماتهم كلها انضربت في 5، وبدأت الهياكل تدخل على مناطق وحوش أقوى وأشرس. لقى معاه خريطة سحرية في النظام بتوريه أماكن الهياكل بتاعته فين بالضبط عشان يتابعهم. وهو باصص في الخريطة حس بحركة وراه، ولقى قط رمادي وحش من مستوى عالي بيهجم عليه، فقال له: جيت في وقتك، خلينا نجرب السحر الجديد. وقام عامل مهارة شعلة الروح. النار السحرية لفت حوالين القط وفحمته في ثواني، وجاله منها 20 نقطة خبرة. فرحان بقوة المهارة عشان بتضرب الروح مباشرة وبتطير أي دفاع جسدي أو سحري للوحش. ومع زيادة رفع المستوى مستواه قاعد يعلى وبيستدعي هياكل زيادة، والهياكل عمالة تقطع في الوحوش لحد ما وصلوا لوحوش المستوى السادس بعد مرور 4 ساعات جوا الزنزانة. ليفله ضرب ووصل للمستوى الرابع، وقال: بالمعدل ده أنا ممكن أقفل ليفل 8 هنا وبعدها أطلع على زنزانات تانية أشد وأقوى في نفس الوقت. الرئيس كان قاعد بيشرب شاي مع السيد دونغ، وده يبقى والد الطالبة شيا وشخصية مهمة في البلد. قال للرئيس: أنا جيت بنفسي هنا عشان أستقبل بنتي شيا وأشوف هتوصل لليفل كام، متوقع تخرج في المستوى الخامس زي إخواتها الكبار. الرئيس قال له: بنتك شاطرة بس لازم تطحن نفسها عشان تلحق تدخل جامعة، وإحنا كده هنقعد 12 ساعة بتوع الزنزانة لحد ما الطلاب يخرجوا ونشوف النتيجة. سألوا بفضول: صحيح إيه حكي الوظيفة المخفية اللي ظهرت عندكم دي؟ فالرئيس رد عليه: ده ولد اسمه طلعت له تخصص مستحضر الأرواح. نرجع تاني لجوا الزنزانة مع اللي هياكلوا العظمية كانت
عمالة تدغدغ في دب عملاق من المستوى السابع. لاحظ حاجة في النظام، وهي أن الهياكل أقصى مسافة يتحركوها بعيد عنه هي 500 متر بس، ولو بعدوا أكتر من كده بيفقد السيطرة عليهم. ما كانش عاجبه الوضع قوي لأنه قتل كل وحوش المستوى السابع، وبقى عاوز يدور على حاجة أشرس من المستوى الثامن عشان تديله خبرة أعلى. وهو ماشي بيدور فجأة غصن شجرة كبير زي الحديد ضربه في صدره جامد وطيره في الجو. لكن في نفس الأجزاء من الثانية اشتغلت مهارة نقل الضرر السحرية، فنزل على رجله سليم 100% ومحسش بحاجة، والضربة كلها راحت في الهياكل اللي برا اللي عظمهم قوية وامتصتها. بص قدامه ولقى الوحش الأسطوري بتاع الزنزانة من المستوى الثامن. قال أهلا بالبطل، ده أقوى وحش هنا، وأمر أقرب هيكل يروح يهاجم الشجرة. الهيكل جرى وضربه بالسيف بكل قوته، بس جذع الشجرة كان سميك جدا وما أثرش فيه، وقامت الشجرة خبطت الهيكل وموقعاه على الأرض. لقى الحكاية محتاجة كترة عشان احنا عارفين الكترة بتكسب الشجاعة، فقام مدي أمر الباقي الجيش بتاعه بالهجوم الموحد. الهياكل لفت حوالين الشجرة زي المنشار، وبعد 4 ضربات شجرة السياط اتقسمت نصين وماتت. قال خسارة انها ماتت بسرعة، كنت فاكرها هتاخد وقت. بس فجأة بص حواليه ولقى ان الغابة مليانة من نفس نوع الشجر ده، فعينه لمعت من الفرحة، وأمر الهياكل امسحوهم من على وش الأرض وما تسيبوش الشجرة واقفة على حلها. وفعلا الهياكل بقوا يقطعوا في الشجر يمين وشمال. وبعد شوية برا البوابة الرئيس قاعد، وفجأة لقى بوابة الزنزانة بتنور وفي حد خارج، فقام مخضوض وقال استر يا رب، ده ما مرش غير 10 ساعات بس، أكيد في طالب اتصاب أو حصلت مصيبة جوا. جرى على البوابة ولقى اللي خارج هو الرئيس. صرخ فيه انت ايه اللي خرجك يا ابني، حصل لك حاجة؟ قال له أبدا يا فندم، أنا خرجت لأني قتلت كل الوحوش اللي جوا، والزنزانة بقت فاضية على الحديدة، وبصراحة وحوشها قليلين وما عرفتش أوصل غير للمستوى السابع بس، وكنت ممكن أوصل للثامن لو كان في وحوش زيادة. الرئيس بلم وجاله شلل مؤقت من الصدمة، لأن دي أول مرة في تاريخ المدرسة مبتدئ يدخل زنزانة ويصفي كل وحوشها في 10 ساعات ويوصل لليفل 7. لقى الرئيس متنح وسرحان، فقام مشاور له بإيده قدام وشه عشان يفوقه. الرئيس فاق وقال له احمطب يا حبيبي، روح ارتاح في جنب دلوقتي لحد ما باقي زمايلك يخلصوا المدة بتاعتهم. في الوقت ده والناس اللي واقفة برا بقوا يتكلموا وسألوا الرئيس هو الواد ده خرج بدري ليه؟ حصل له حاجة؟ فالرئيس راح لهم وهو مش مصدق نفسه وقال لهم الواد ده مش طبيعي، ده خلص على الزنزانة كلها وقتل كل الوحوش اللي فيها. الكل طبعا مش مصدق وقاعدوا يقولوا التخصص ده مش نادر، بس دي وظيفة أسطورية عابرة للقارات. والد شيا ضحك وقال واضح ان الواد ده هيتعب جامد الفترة الجاية، لأن بنت شيا عنيدة ومش هتسيبه في حاله ولازم تغلبه. فالرئيس ضحك وقال له والله يا أبو شيا أحب أبشرك إن دايما بيطلع الأول، وبنتك بتطلع وراه التانية في كل حاجة. وفي النهاية بنشوف قاعد في جنب لوحده وبيشوف بياناته، ولقى إنه بقى معاه 24 هيكل عظمي متطورين تحت أمره، ومساحة الاستدعاء السحرية جواه تقدر توصل لحد 70 هيكل كاملين. وهو ناوي يكمل جيشه عشان يدخل الاختبار الكبير وهو حاطط رجل على رجل. وبعد شوية بنلاقي شيا رجعت من قلب الزنزانة، بس يا دوب تبص قدامها اتصدمت وقعت من طولها لما لقطت ان مويو طرف العالي وبقى في ليفل 7، وما كانتش قادرة تبلع ازاي نط النطة الأسطورية دي في الكام ساعة دول. طلع لها صوت أبوها وهو بينادي عليها من ناحية العربية بتاعتهم، فشيا قالت له يا بابا ايه اللي جابك هنا في الوقت ده؟ بعدها ركبوا العربية مع بعض ودخل في الموضوع على طول وقعد يستجوبها عن مويو. فردت عليه بصراحة الجدع ده انا بقالي 3 سنين عجزة ومغلوبة قدامه في كل حاجة، ما هسيب حقي ولا هخسر قدامه تاني، وافتكر كلامي. فرقع من الضحك وقام خابطها المعلومة اللي تقطه من الظهر. على فكرة بقى الجدع ده كنس وفضى كل وحوش الليفل الثامن اللي في الزنزانة. أول ما سمعت من أبوها الكلام ده تنحت وافتكرت فعلا إنها طول ما هي جوه ما شفتش ولا وحش من ليفل 8، وده لسبب بسيط إن مويو كان مخلص عليهم كلهم ومش سايب حد للغلابة. على الناحية التانية بقى بنلاقي يانج صاحب مويو واخد البطل في حضنه ومهيص من الفرحة، وبيقول له يا صاحبي أنا نفسي أكون ظهرك وامشي وراك في أي مصيبة تدخلها. فمويو رد فكك من القلق ما تخافش، أنا هاخدك في ديل الزنزانة اللي جايه. فالواد يانج وشه نور وقال له خلاص أمين، أنا كده هستناك بكرة الصبح قدام باب المدرسة. وفعلا تاني يوم يانج راح المدرسة عشان يقابل صاحبه، فقعد يسأل عليه هناك،
بس الصدمة إنهم عرفوا إن مويو مش موجود لأنه مشي وطار على مدينة. يانج صرخ وقال أنا هطير رقبة مويو الغبي ده، بقى بيغفلني ويوزعني ويخلع لوحده. خلونا من الواد اللي دمه محروق ده ونروح لبطلنا مويو اللي بنلاقيه واقف في ساحة التجارة. وساعتها أول ما حط إيده على حجر سحري اسمه حجر التعرف بدأت تظهر قدام عينه المهمات. المهمة الأولى كانت شغلانة بسيطة بتاعت لمع أعشاب، والمهمة التانية كانت غزو وطحن جوه زنزانة في مناجم شاي. طبعا مويو رقه جري على المهمة التانية، وخصوصا لما عرف إن المطلوب منه يصفي ملك العفاريت من ليفل الكابوس، لأن المقابل بتاعها هيكون 10,000 قطعة ذهب ترن في جيبه، عشان المهمة دي متصنفة إنها صعبة وتقيلة. وعشان نكون فاهمين اللعبة ماشية إزاي، فالصعوبات هناك متقسمة ل3 مستويات. أولهم المستوى العادي، وبعده مستوى الكابوس، وفي الآخر خالص مستوى الهلاك. مستوى الكابوس ده مش لعب عيال، لأنه دايما محتاج شلة وفرق يحاربوا إيد واحدة عشان يسلكوا. أما مستوى الهلاك فده محتاج تحالف وتناسق من فرق أصحاب مهن نادرة ومعجونة سحر. مويو قرأ المشهد وعرف إن الليلة فيها ريحة خطورة، وقال في سره أنا شكلي كده مش هعرف أعدي المهمة دي بوضعي الحالي. بعد شوية مويو كمل طريقه وقابل حارس البوابة بتاع المدينة. الحارس أول ما شاف رخصة السفر بتاعته اتفاجئ واستغرب جدا إن مسموح لعيل يسافر بيا طوله وهو لسه في المستوى السابع. الحارس اتكلم مع مويو وقال له تمام ورقك سليم وتقدر تخرج، بس اوعى من غدر الليل وسواده، ولو حسيت بأي قلق ارجع على طول. مويو شكره على التنبيه، وفعلا خرج بره حدود المدينة ولمح إن الدنيا بره متغيرة عن جوه والأمان ممسوح. وهو ماشي في العتمة بدأت ودانة تلمح أصوات وحوش مرعبة بتتحرك حواليه في كل مكان. وفجأة نطلوا عفريت من جنب الأرض جنب مويو، بس بطلنا كان مفتح وصاحي وقام مستدعي الهيكل العظمي بتاعه. العفريت ده كانت سماته وقوته على قدها وتحت المتوسط، وحتى لما جرى وهجم على الهيكل وخبطه الضرب ده ما أثرش في عظم الهيكل ولا هز فيه شعرة. وبسرعة الهيكل ما بيضيعش وقت وقام نازل عليه بالسيف بتاعه شقه نصين وموته. ومن بعد اللحظة دي مويو خرج جيش كامل وعدد ضخم من الهياكل العظمية، واللي انتشروا في المكان وبقوا يصطادوا أي وحش يقابلهم. ومويو قال لنفسه أنا لو فضلت ماشي بالمعدل السريع ده هقدر أدخل ليفل 15 قبل ما امتحانات الأكاديمية تبتدي. وهو ماشي فضل يسرح ويفكر في أخته الكبيرة، وقعد يسأل هي إزاي أختي قدرت تقفل المستوى ال16 قبل الاختبارات زمان. وقعد يفتكر أيام ما كانت بتهتم بيه وهو صغير، وأكد على نفسه إنه لازم يشد خيله ويدخل نفس الأكاديمية العريقة بتاعتها في التوقيت ده. بنشوف إن مويو من كتر الفرم قدر يوصل للمستوى العاشر، ولمح إن سماته زادت 10 نقط، في حين إن طاقته الروحية نطت وزادت 120 نقطة مرة واحدة. ومش بس كده، ده الهياكل بتوعه ليفلهم اتطور وتحولوا وبقوا محاربين برونزيين، وكل السمات بتاعتهم ضربت ووصلت ل 1500. ده غير بقى مهارة الغضب الجبارة واللي بتزود قوتهم 200%. مويو بقى فرحان وقال إنه هيفتل كل الوحوش اللي في المنطقة دي، بس اتفاجئ إن الهياكل خلصوا على كل الكائنات اللي هنا أصلا. وفجأة مويو لمح سهم طاير في الجو وجاي عليه، وفعلا السهم صابه في كتفه، ولكن لأن مهارة نقل الضرر السلبية شغالة أوتوماتيك الضرر اتنقل وما حسش بأي حاجة خالص. بص قدامه بسرعة وشاف واحدة مغطية وشها، فخمن وقال إن دي شكلها مغتالة، بس كبر دماغه منها ومشاها لأنها مش هدفه الأساسي، بل هدفه هو رامي السهام اللي غفله. وفعلا لما ركز شاف 2 واقفين، ومنهم رامي السهام اللي ضرب السهم، وفهم من الليلة دي إن الاتنين دول بيطاردوا المغتالة وبيحاولوا يمسكوها وهي بتهرب منهم، بس مش عارفين يلقطوها. الاتنين كانوا واقفين متضايقين ودمهم محروق إن البنت فلتت منهم. ورامي السهام قرب من مويو وسأله بقولك إيه، انت شفت حد بيجري من شوية هنا؟ مويو رد عليه على فكرة بقى السهم بتاعك صابني دلوقتي ولازم تعتذر لي.